بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو أول مرة بتسمعيني، أنا اسمي غادة. أتمنى تنضمي لعيلتي في قناتي وتبقي أخت من إخواتي على راسي من فوق. النهاردة بقى طبعا الجمعة كده، روتين كده خفيف كده على السريع. أنا بقى إيه هنا، فتحت كده شبابيك كده غير جو الشقة وشغلت البخور. كان عندي حبة غسيل كده، ايه قلت اغسلهم كده بالمرة، ايه عشان ما بقاش ورايا حاجة. غسلتهم كده على السريع وايه، وهنا بقى ايه حطيتهم، وكنت ايه خلاص هشطفهم. عايزة اقول لكم ال يعني اما تخلصي كل الحاجات اللي وراكي بتحسي ان انتي مرتاحة نفسيا، ان انتي خلاص خلصتي اللي وراكي فخلاص. وطبعا النهارده بقى الجمعة، فبيبقى الواحد عايز برضو ايه يقعد، لو هيخرج يلحق يخرج كده يعني. هنا بقى ايه، يعني عايزه اقول لكم ان انا شغلت الغسالة قبل ما احضر فطار اصلا. قلت ايه كده هي تبقى شغالة وانا هحضر الفطار على طول. الكنبة بقى ما كانتش مظبوطة، ظبطتها ورحت بقى هنا جبت البخور برضو، عشان بحب احط كده في الريسبشن برضو اشغل البخور. القرآن بقى بيبقى عندي شغالة على طول على فكرة، مش الجمعة بس يعني. عايزة اقول لكم بيفرق كتير كتير لما تبقي مشغلة القرآن على طول في البيت. والله بتبقى فيها في بركة وفي هدوء وفي كل حاجة حلوة. هنا بقى ايه، قلت احضر كده الفطار عشان نفطره بقى وعايزة اقول لكم كنت انا شطفت الغسيل وكنت حطيته على البانيو يتصفى. يعني تبقى ايدك فيها كذا حاجة تخلصي كل اللي وراكي. اهو انا الاوض كانت رايقه ونضيفه تمام، لان انا طبعا ايدي على طول في البيت كل يوم، فالحاجه بتبقى نضيفه. حضرت بقى كده، حطيت مخلل. بيبقى يوم بقى كده ايه يعني. احنا ممكن مثلا كل يوم ناكل اي حاجه خفيفه الصبح، يوم الجمعه بقى ايه بتبقى يعني زي عاده كده بقى، بتعملي اكل اصناف وتعملي بقى بيض وحلاوه، حطيت حلاوه، حطيت جبنه، حطيت فلافل، خيار، جبنة كده يعني. بتحطي بقى كل حاجة عندك يعني. هنا بقى انا كنت بتكلم عشان انا، بس انا اتمسح مني يعني. هنا بقى ايه، كنت خلاص انا خلصت الفطار اهوت، وخلاص بقى وهنقعدوا نفطروا. وبقى ايه قلت لما نفطر بقى هبدأ بقى احضر حاجة الغدا كده، عشان الوقت ما يسرقنيش، عشان عايزة اخلص الغدا بدري عشان اقعد باقي اليوم ما يبقاش ورايا حاجة. هنا بقى ايه، كنت انا طبعا متبله الفرخه دي قبلها بيوم. عايزه اقول لكم بتفرق كتير لما تتبلي الفرخه قبلها بيوم. ماشي. وانت عايزه تحطي بقى، حطي فيها زبادي، حطي زي ما انت عايزه. هنا بقى ايه، فرمت بصل وفلفل في الكبه عشان خاطر اعمل مكرونه بشاميل. فهنا بقى انا كنت حطيت خلاص الفرخه في الفرن، سايبها بقى براحتها بقى تستوي على راحتها، انا مش مستعجله. وقفت بقى ايه اعمل العصاج عشان خاطر المكرونه البشاميل. وحطيت بقى الدقيق كده على اللبن وبقى بفضل كده يعني بالمضرب كده اعمله كده على السريع كده بسرعه بسرعه، عشان ما يتكتلش مني. وزودته بردك لبن، وحطيت مرقه، حطيت فلفل اسمر، ملح. في ناس بتحط بيض، براحتك، عايز تحطي بيض حطي. في ناس بيحط جبنة مثلثات، حط يعني كل واحد يعمل بالطريقة اللي هو عايزها والمتاح عنده كمان على فكرة. انا كمان حطيت حتتين زبدة في البشاميل، وكان عندي قشطة برضو حطيت. عايزة اقول لكم ان هي بتعزز الطعم وبتخلي كمان البشاميل طعمه احلى واحلى. هنا بقى دهنت الصينية البايركس دي، حطيت لها بشاميل ودهنتها زبدة من تحت او سمنة براحتك خالص. وحطيت بقى كده مكرونة، وحطيت في المكرونة بشاميل على فكرة. وهنا بقى ايه، رحت حطيت كده العصاج بعد ما استوى خلاص، حطيته وحطيت بقى باقي المكرونة من فوق. ماشي. وهفردها بقى كده واحط بقى البشاميل من فوق. عايزه اقول لكم ان انا خلصت على طول، ما غبتش ما اتاخرتش. وعايزه اقول لكم ان انا دلوقتي بقى كده قاعده فاضيه وخلاص. خلصت الغدا، اتغدينا، غسلت المواعين، خلاص ما وريش حاجه.
يوم الجمعة ده بقى مش بنذاكر فيه، يعني معظم، يعني 80-90% مش بنذاكره بقى احنا والبنات يوم الجمعة. يوم الجمعة ده بيبقى يوم كده ايه، رفاهية كده، ونتفرجوا بقى على تلفزيون، على مسلسل، على فيلم كده، يعني بقى نجيبوا حبة تسالي كده، بيبقى يوم بقى ايه كده خفيف. هنا بقى كان عندي حبة الغسيل، قلت بقى نشرهم كده بالمرة عشان ما يبقاش ورايا حاجة، ابقى انا ايه كده خلصت كل اللي ورايا وخلاص ما وريش حاجة. عايزة اقول لكم برضو ايه من الحاجات اللي لازم تخلصي منها اول باول، الغسيل والمواعين. دي اكتر حاجتين بتأثر، يعني بيتأثروا فيها جامد، اكتر حاجتين ببقى عايزة اخلصهم على طول، الغسيل والمواعين. ما بحبهمش يكتلوا عليا، ولو اتكتلوا عليا مثلا ببقى مطرح بقى ما عملتش غدا والفطار بقى معاهم، فبيبقى كله مع بعضه كده، فبيبقى يعني بياخد وقت. هنا بقى ايه كنت انا هوت خلاص يعني خلاص ده حبة الغسيل دول كده، قلت هغسلهم على طول وكده اكون خلصت. عايزه اقولك بقى ما تنسيش اللايك القمر بتاعك يا قمر انت وهي، وتنضمي كده لعيلتي وتقولي لي انت بتتابعيني منين. على راسي من فوق، انا اختكم من اسكندريه، اتشرف بيكم جميعا والله على راسي من فوق، وتنوروني وتشرفوني. ما تنسيش تحطي لي اللايك القمر بتاعك وتتابعيني، عشان يعني عايزه اقول لكم والله انتوا وجودكم بيفرحني، وكومنتاتكم من جميله على راسي من فوق. وانا كده بصوا كنت خلاص الغسيل، وبدات بقى احضر الغدا طبعا. اهو كنت بقى خلصت الفراخ وحطيتها كده، وحطيت عليها بقى شيبسي وكده وحركات. وده كان غدانا النهارده، اتفضلوا معانا، تنوروني وتشرفوني والله على راسي من فوق. يا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم.